اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك ازاي قفلت الاحياء وبقيت مدرس احياء، وهقولك على كل حاجه حرفيا انا عملتها من اول طريقه المذاكره بتاعتي لحد ما دخلت اللجنه. بس قبل ما نبدا بقى في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه عشان توصلك الفيديوهات بتاعت المواد الجايه، وعايزك كمان تركز معايا في الفيديو بتاع النهارده عشان ده ممكن يكون سبب ان انت كمان تقفل الاحياء. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، مبدئيا كده الاحياء دي اصعب ماده في الثانويه العامه، ودايما الامتحان بتاعها بيجي اخر ماده بعد ما خلاص بقى دماغك تكون طلعت معاش. الناس بقى كلها بتفصل وبتفقد الامل وبتسيب المنهج وبتقول خلاص كفايه كده، بس انا قلت لا، انا قررت اقفله وقفلته فعلا. بص، خلينا نتكلم بصراحه، الاحياء مش ماده حفظ وخلاص، دي ماده حفظ وفهم وربط وتحليل وساعات الغاز، والمشكله زي ما قلت لك ان هي اخر ماده، بتيجي اخر ماده دايما في الامتحانات. يعني انت بتذاكرها وانت حرفيا دماغك مش قادره تستوعب، يعني حتى لو كنت فاهم المنهج ومطبق عليه اكتر من مره باكتر من مصدر هتبقى خلاص نسيته. وخلي بالك اللي بيسيب الاحياء للاخر بيقع في نفس الفخ كل سنه، لكن انا قلت لنفسي مش هقع في نفس الغلطه. الذكي بيتعلم من اخطائه والحكيم بيتعلم من اخطاء الاخرين. فاول حاجه انا قررت اعملها اللي انا ما اعتمدش على المذاكره التقليديه. ما جبتش بقى الكتاب وقعدت اقرا الكتاب من الاول للاخر وانا سرحان زيك. انا قسمت الخطه بتاعتي لثلاث مراحل. اول مرحله، مرحله الفهم الاولي، كنت بشوف شرح مبسط لكل باب، ما كانش لازم اروح لمدرس، كنت بتفرج على اليوتيوب عادي جدا. وتاني مرحله الحفظ والربط، كنت بكتب المعلومات بايدي وبعمل لنفسي اسئله علشان اتاكد ان انا فاهم. وتالت مرحله كانت المراجعه المجنونه بتاعتي بقى، والمرحله دي انا لعبتها بذكاء. يعني انا ما كنتش براجع وخلاص، انا كنت براجع الرسومات والكلمات المفتاحيه واسئله الامتحانات بتاعت السنين السابقه، وكنت كمان بجرب اشرح المنهج لنفسي بصوت عالي كاني انا مدرس وقدامي طالب وبشرح له. وعلى فكره انا كنت بذاكر الاحياء مع مواد تانية، يعني مثلا بذاكرها بعد الفيزياء، اخلص مثلا درس فيزياء وبعد كده اخش افتح لي نص فصل احياء احل بيه. انا كنت ماشيها تسليه، كنت بستمتع بمذاكره الاحياء، كنت بقى بستخدم الرسومات والالوان والملخصات والخرائط الذهنيه، علشان كده في الماده دي بالذات دماغي ما كانتش بتزهق وكانت بتثبت المعلومه بسرعه. وده اللي انا عايزك تعمله، تذاكر بالالوان والمخططات والصور. وخلي بالك في ليالي الامتحان، انا كانت ليالي الامتحان بتاعت الاحياء كانوا 7 ايام، انا بقى عملت عكس صحابي بداوا في ليالي الامتحان من الاول، من اول المنهج للاخر. انا عملت العكس. بص كده وركز معايا واكتب ورايا. قسمت ال7 ايام كالتالي: اول 4 ايام ذاكرت المنهج كله، فتحت الابواب كلها بالراحه كده وبتركيز. واليوم الخامس والسادس رجعت كل اللي انا ذاكرته وحليت امتحانات سنين سابقه والاسئله المتوقعه. وان شاء الله شويه كده وهنزل لكم على اليوتيوب على القناه بتاعتي اسئله متوقعه، وان شاء الله هتشوفها في الامتحان. عشان كده بقول لك اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان مفيش حاجه تفوتك. اليوم السابع بقى اليوم الاخير، وده ليله الامتحان، حليت فيه امتحان واحد بس. عملت لنفسي امتحان حقيقي كاني في امتحان اخر السنه بالظبط، وحطيت له 3 ساعات، نفس امتحان اخر السنه بالظبط، وقت بقعده. بص جهزت كاني رايح الامتحان، قلت اختبر نفسي. جبت درجه كويسه الحمد لله. وطبعا كان اي سؤال غريب بيقف معايا في الامتحان اللي انا عملته لنفسي بكتبه في النوته بتاعت الاسئله بتاعتي. وكمان وانا بنحل الامتحان ده انا حسيت ان انا بنراجع المنهج كله. انا تقريبا كنت عامل لنفسي امتحان عظمه. وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم برده امتحانات في الماده دي. وخلوا بالكم ان شاء الله باذن الله تعالى الاسئله اللي انا هنزلها لكم على القناه الافكار بتاعتها هتيجي هي اخر السنه باذن الله تعالى. هنزل لكم اسئله متوقعه وافكار بتيجي كل سنه بتيجي. يعني انا هنعمل معاكم الصح وبزياده، وكل ده ببلاش مجانا لوجه الله تعالى. فانا كل اللي انا طالبه منك دلوقتي اللي انت تدعي لي دعوه حلوه من قلبك وتكمل معايا الفيديو. بص بقى تعال احكي لك انا عملت ايه في الامتحان بتاع اخر السنه جوه اللجنه. دخلت اللجنه وكنت مليان ثقه حرفيا، مش علشان انا جامد، علشان انا كنت مستعد وكنت عامل حساب لكل حاجه، كنت مراجع على الماده صح. وده اللي انا عايز اعمله معاك، عايز ادخلك الامتحان مفيش حاجه ناقصاك. الامتحان بتاعي جه صعب والدرجات بتاعت الدفعه بتاعتي كانت وحشه جدا. في ناس ياما قفلوا، وفي ناس مش عايز اقول لك ما عدوش من الماده حرفيا. بس الامتحان معايا انا كان سهل. عارف ليه؟ علشان كنت معتمد بنسبه 100% على الفهم مش الحفظ. كنت بذاكر زي ما قلت لك بالالوان والمخططات والصور، كنت بفهم الاول وبعد كده بحفظ مش العكس. كان كل سؤال بشوفه في الامتحان النهائي كنت بفتكر فكرته في النوته بتاعتي، بفتكر شكله في المايند ماب او في الفيديوهات اللي انا كنت بسمعها. يعني ما كانتش مجرد معلومه انا كنت حاططها في دماغي والسلام، انا كنت حاطط قصه صح في دماغي. واهم حاجه في كل ده انا ما سبتش سؤال، حتى السؤال اللي ما كنتش متاكد منه حليته. وطبعا كنت مدي لكل سؤال 3 دقايق اخره بالكتير. في اسئله حليتها في وقت اقل من ده، وفي اسئله حليتها في 3 دقايق. خلصت الامتحان بتاعي بقى ونقلت الاجابات بتاعتي في البابل شيت. ما حليتش في البابل شيت بالرصاص، انا خلصت الاول في ورقه الاسئله وفي الاخر خالص نقلت الاجابات بتاعتي على طول بالجف في البابل شيت. بعد ما خلاص بقى كنت خلصت، نيجي بقى للجزئيه الاخيره بتاعت الفيديو بتاع النهارده. هديك 6 نصايح من نار هيكملوا معاك لحد ما تخش اللجنه. اول نصيحه، اقفل كل يوم بحاجه، ما تسيبش يوم غير لما تعمل فيه حاجه لنفسك.
حتى لو حاجه صغيره. وتاني حاجه الراحه النفسيه. الراحه النفسيه اهم من عدد الساعات. نام كويس، خد بالك من صحتك، وذاكر بمود مش باجبار. رقم 3 ذاكر بذكاء مش بس بجهد. شوف الاسئله اللي بتتكرر على طول في الامتحانات وطلع الافكار بتاعتها واكتبها في النوتة بتاعتك وحاول تبص عليها على طول. ورقم 4 المراجعه بيساوي النجاح. ما تذاكرش المنهج وتقول انا خلاص تمام كده. راجع ثم راجع ثم راجع ثم راجع. المراجعه هتديك ثقه وهتخلي المعلومه تثبت في دماغك لحد يوم الامتحان. رقم 5 الاسئله. الاسئله هي المفتاح. حل اسئله كتير وشوف مستواك وخلي غلطاتك هي اللي تصحح لك. واخر حاجه بقى خد بالك من طاقتك النفسيه. الناس هتفصل وهتحبطك وهتطلع عينك وانت كمل، مالكش دعوه بالدنيا. كمل لوحدك، لان هو ده اللي فرق معايا انا شخصيا، اللي انا كملت لوحدي ما كانش ليا دعوه بحد، لان ما حدش هينفعك اخر السنه. السؤال الوحيد اللي هيتسالك اخر السنه انت جبت كام، شكرا جدا. صاحبك مش هينفعك. وقبل ما اقفل الفيديو بتاع النهارده انا عايز اقولك على حاجه بسيطه. الثانويه العامه مش نهايه العالم، بس فرصتك فيها انك تخلي الناس تقول الواد ده لعبها صح. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ومش عايزك تنسى استنى شرح شابتر التكاثر من الاول على اعلى مستوى. هعمل لك مراجعه عظمه هتشقلب مستواك حرفيا، هتخليك تجيب 60 من 60 وانت مغمض عينيك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.